نهر النيل، الناظر أيوب بيه عبد الله والناظر أحمد يعقوب موسى، وعدد من قيادات الإدارات الأهلية من عدد من ولايات السودان المشاركين في تنصيب ناظري قبيلة البرغو الصليحاب بولاية نهر النيل. في مشهد جسد عمق التقاليد السودانية وأصالة الإرث المجتمعي في السودان، شهدت ولاية نهر النيل وفي مدينة عبرة كرنفال تنصيب وكيل نظارة قبيلة البرغو الصليحاب وسط حضور رسمي وشعبي شرفه بالحضور ناظر عموم قبيلة الميرفات بنهر النيل الناظر أيوب بيه عبد الله والناظر أحمد يعقوب موسى، وعدد من قيادات الإدارات الأهلية من ولايات السودان المختلفة المشاركين في تنصيب ناظر قبيلة البرغو الصليحاب بولاية نهر النيل. ساندت نظاراتنا الأهلية في كل السودان القوات المسلحة، وساندت الذين ساندوا القوات المسلحة، ساندتهم بأن زجت بأبنائها معهم في هذا القتال، وساعدتهم بالقوافل الكثيرة دعما للجيش ودعما لكل مكان فيه ناس نازحين من هذه الولايات. ولذلك أقول للسيد الأمير ينبغي أن ترفع للسيد الناظر أن أبناء البرغو الصليحاب في ولاية نهر النيل هم في حدقات عيوننا. المتحدثون من الإدارات الأهلية الذين حضروا من عدد من الولايات أكدوا دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة السودانية وهي تحقق الانتصارات المتتالية. نحن جئنا لنؤكد لدولة السودان نحن كقبيلة، نحن الآن نؤكد هذه الرسالة أننا باسم جيش واحد شعب واحد لتنصيب أخونا ترفيه من العمودية إلى نظارة وكيل ناظر البرغو الصليحاب بولاية نهر النيل. هي لمعركة الكرامة، وثم ثانيا ربنا ينصر قواتنا الشعب المسلحة، والآن نحن كقبيلة مناصرين القوات الشعب المسلحة، ونحن سندا لهذه الولاية إدارات الأهلية نحن إن شاء الله سند باليمين، والحكومة نحن ديدنتنا باليمين. وشهد الاحتفاء فقرات متنوعة من الكلمات الرسمية والفقرات التراثية التي تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي لقبيلة البرغو الصليحاب، والتي أسهمت في تعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وسط تفاعل كبير من الحضور. الآن السودان يمر بمنعطف خطير، فعلا قدمتم الشهداء ولا زلتم تقدمون، قدمتم الجرحى ولا زلتم تقدمون، سواء مع القوات المسلحة أو مع القوات المشتركة أو مع كل الأجهزة